زين، إذا الله عز وجل شانه كما أنت أخذت الزوجة بأمان الله علم، يجب أن تشعرها بالحب والحنان. ترى أنت لم تأخذ جماد ولا صخرة ولا حجر. المرأة بنيت على العاطفة، كلها عاطفة، لهذا لا تجد في امرأة بعثت نبيا، أليس كذلك؟ المرأة إذا بعثت نبية تغلبها العاطفة. يعني لو جئنا بالسارق قلنا لا إن حد السارق قطع اليد، تقول لا حرام كيوت خلوه لا تقطعون يده. فبنيت على عاطفة المرأة، لهذا لا تجد امرأة بعثت نبية. فأنت يجب أن هنا يقع في عقلك أن المرأة كتلة عاطفة، فعلى قدر تهجيرها وظلمها على قدر كرهها لك. لهذا الظلم ظلمات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الله عز وجل شان في الحديث القدسي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ثم قال فلا تظالموا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ظالم مع الزوجة، مع الأبناء، مع الناس، المهم أنك ظالم. لهذا لا تظن أن إذا كانت الزوجة من أو ملكك إن صلح التعبير، لا تظن أن الإسلام يبيح لك الظلم قط. الإسلام لا يبيح لك أن تظلم نفسك، جسدك أنت. الإسلام لم يبيح أن تظلم هذا الجسد وهو ملك لك. فكيف إذا كانت زوجة؟ حرم عليك النمص والوشم، وحرم عليك الانتحار، وحرم عليك التدخين لماذا؟ حتى لا تظلم نفسك. فكيف تأتي تقول هذه زوجتي وأنا كيفي؟ ما يوجد كيفي في الشريعة. لا يوجد مسألة حرية مطلقة في الشريعة. الحرية تبتدئ بخطوة أولى وتنتهي عند حدود الله. لا أقول عند حرية الآخرين بل عند حدود الله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا علم أن طلاق قد وقع، يعني جاء كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جالس فعلم أن قضية طلاق وقعت، فقال عليه الصلاة والسلام أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم. شوف، إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طلاق وقع بلا سبب، خلاص جاء بال الأخ يطلق، قال عليه الصلاة والسلام أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم. هذا إذا كان بلا سبب. بل أبو أيوب لما استشار في طلاق زوجته قال عليه الصلاة والسلام إن في طلاقها حوبا، يعني ظلما عظيما وإثما، لأنه لا يوجد سبب. رغم أن الإسلام هو الذي شرع الطلاق لكن ليس على إطلاقه. لم يشرع الإسلام الإطلاق على مزاج، لا، بل جعل له قيود. لها